اداء فريق لازم بنقيمه بالمستوى الفريق اللي ضده او بمستوى الخصم. لما نقول الزمالك لعب حلو نشوف اداء النادي المصري، هل هو فريق قوي؟ هل هو النادي المصري اللي عارفينه اللي لعب من سنتين في الدوري، اللي كان اخر مباراه ليه المباراه الكارثيه اللي استطاع ان يفوز فيها على الاهلي 3-1؟ هل هو بنفس قيمه الفريق؟ لا، شفنا فريق مهلهل جدا، فريق غير قادر على وصول نهائيا لمرمى نادي الزمالك الا كره وحيده من حسام حسن اللي فاول من كره ثابته. وايضا يعني حسينا ان الزمالك بيلعب تقسيمه ضد فريق النادي المصري النهارده. ولكن احقاقا للحق لازم نعذر النادي المصري. النادي المصري بقاله سنتين ما لعبش في الدوري. نمره 2، اللعيبه كلها متجمعه من انديه شتى. في لعيبه منهم كبار السن، وفي لعيبه منهم ما عندهمش اي خبره في الدوري العام، وفي لعيبه لسه طالعه من قطاع الناشئين. نمره 2، المصري نفسه لعيبه المصري اكيد عليهم ضغط عصبي، يعني هم راكبين الاتوبيس رايحين مثلا ماتش متخيلين فجاه ان ممكن اي التراس او اي حد يهجم على الاتوبيس يكسره مثلا، وهم بايتين عليهم ضغوط عصبيه. حتى تخيلوا ان مجلس اداره المصري وبعض الناس هناك بيطالبوهم، يعني مش بيطالبوهم ان هم يطلعوا من الاحسن 2 يعني الاول او الثاني عشان يلعبوا على بطوله الدوري، لان في النهايه يقول لك لا بلاش السنه دي نلعب كده وبتاع ونطلع رابع خامس سادس، المهم ما نوصلش عشان ما نلعبش الاهلي والدوري هيبوظ وكلام ونهدي الدنيا. وكمان النهارده بيغيروا لبسهم خالص، يعني النادي المصري بيلعب بطقم اسود بالكامل عشان الكارثه اللي حصلت، غير الطقم الاخضر اللي احنا متعودين عليه من النادي المصري. ففي ضغوطات، في ضغوط نفسيه على اللعيبه وعلى النادي نفسه وعلى الجماهير، واللعيبه خارج نطاق الخدمه النهارده. نادي الزمالك النهارده لو بنقول ان هو لاعب وحش، عنده سلبيه فظيعه نادي الزمالك النهارده، وهي اضاعه الاهداف السهله بغزاره. يعني كتير جدا جدا النهارده الزمالك ضيع فرص مش طبيعيه. ما نيجي نتكلم على نجم اللقاء النهارده بلا منازع احمد الشناوي من النادي المصري، وافضل لاعب في ال 22 لاعب.